وده اتفقنا عليه في بين الشوطين. قلنا ان طبعا الهدف بتاع بيكي انا في رايي فك امور كتير جدا بالنسبه للبارسا، منها الضغوط العصبيه والمشاكل اللي موجوده والصداره اللي هي في الريال او اتلتيكو مدريد، الفوز بتاع اتلتيكو مدريد. لكن بس هي معلومه بسيطه ان الفرقه الاسبانيه ليست ضعيفه والله، ولكن فريق برشلونه هو القوي جدا، قوي جدا في كل شيء. مهريا رقم واحد، عنده اكتر من 4-5 لعيبه في منتهى في قمه المهاره الفرديه، اذا كان اليكسيس او بيدرو او فابريجاس تشافي ميسي. فنيا اعتقد ان الفريق كمجموعه من افضل الفرق اللي موجوده على مستوى العالم كمجموعه باكثر من 7-8 لاعبين. مع تعدد الاساليب، استحواذ اللي عاوز يعمل استحواذ، كرات عاليه اللي عاوز يعمل كرات عاليه على الطرفين، يلعب على الاوفسايد، يلعب على الاوفسايد بالاختراق. الاكثر تحرك بدون كره ميسي، بيدرو، اليكسيس سانشيز، فابريجاس، تشافي بيتحركوا بدون كوره بشكل عامل زي الدوامه، عامل زي السلسله، زي كره اليد، متعب ومرهق ذهنيا لاي وسط في العالم واي خط دفاع في العالم. الاكثر صنعا للاهداف، اعتقد ان ميسي في اخر مباراتين صنع 6 اهداف، امام ليفانتي 4 و2 النهارده، بالاضافه ان بعض اللاعبين بيصنعوا اهداف زي بيدرو زي اليكسيس، ما معناه ان الفريق لا ينقصه شيء سوى ان هو يكمل بهذا الشكل. واعتقد ان فيكتور فالديز بعد عودته اعطى كثير من الثقه والهدوء والاتزان لخط دفاع فريق البارسا بالامكانيات العامله. والملجا في رايي فريق ليس ضعيف، منظم جدا الى حد الثمالة، قوي جدا، امكانياته عاليه، ولكن باللعب امام البارسا يحتاج لاسلوب معين، يحتاج ان شوستر يقول للاعيبته اذا جات لكم فرصه امام البارسا لابد لا تغيروها بالظبط. طبعا هذه الفرق